الأنشطة العلمية نظمت الطبعة الرابعة للمسابقة الوطنية الجامعية للنوادي العلمية حول أحسن مشروع مبتكر في ميدان الذكاء الاصطناعي. الطبعة الرابعة والاعتزاز والفخر لأن بناتنا وأبنائنا وأحفاد جيل الثورة الذين صنعوا التاريخ وكتبوه بدماء أكثر من 1,500,000 شهداء يواصلون مسيرة الرقي ببلادنا في مسيرة البناء والعلم. إن الجزائر الجديدة تسعى من خلال سياستها الاجتماعية والاقتصادية إلى تطوير نظام بيئي ملائم وقوي يميل إلى تنمية ومضاعفة الأجهزة المخصصة لتطوير أداء الجامعة وملائمة تخصصاتها مع سوق العمل، وكذا الرفع من جودة التعليم العالي ودعم المؤسسات الجامعية لجعلها القاطرة التي تقوم بالانتقال بالاقتصاد الجزائري من نظام بيعي إلى نموذج معتمد يعتمد على اقتصاد المعرفة والإنتاج. السيدة السادة الحضور، بناتي وأبنائي الأعزاء، لأن التكوين والتكوين المستمر هو عصب الحياة في جامعته. يقدر عدد الأساتذة فيها ب919 أستاذا و812 موظفا ومستخدما في تخصصات مختلفة: طب العمل، المحاسبة، الصفقة. حقيقية، أحلام لم ترسم على ورق فقط، بل نسجت في قلوب الطلبة، تحمل آمالهم، تطلعاتهم وطموحاتهم الكبيرة التي تحدا بأشكال مختلفة. فماذا ينتظرهم بعد أن يطووا آخر صفحة من مشوارهم الدراسي؟ وأي مستقبل يرسمونه بأيديهم؟ لكل طالب حلمه الخاص، فمنهم من يتطلع إلى وظيفة مستقرة ومن بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة لكل الطالبات المتخرجات هذا اليوم. كل جسمه وكل بمقامه، كل هذا فضل من الله وبتوفيقه. بعد كل صعاب تأتي النجاحات وتأتي الفرحات. لا يجب أن نتوقف عند أي مشكلة أي عقبة، بل يجب أن نكون طريقنا بكل صبر وعزيمة وإكرام. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم هو حفل اختتام السنة الجامعية 2024-2025، وبهذا الصدد تم دعوة كافة الطلبة المتفوقين على دفعاتهم، ومنهم المتحدث أمامكم الطالب فتح الله هارون، طالب في الدورة ماستر بمعهد علوم وتقنية النشاطات البدنية والرياضية، تخصص تدريب رياضي نخبوي. الحمد لله الذي وفقنا على هذا، ونشكر الله عز وجل ونشكر الوالدين ثانيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا طالب العيب محمد، خريج كلية علوم الطبيعة والحياة، تخصص علم السموم. تخرجت هذه السنة الحمد لله، وكل هذا بفضله. شعور جيد أن أتخرج بعد كل هذا التعب وكل هذه المسيرة بمعدل جيد وبفرحة الجميع. شعور جيد أن تزرع الفرحة في عائلتك وجميع أصدقائك، وأن تكون لهم فرحا دائما. أتمنى من الجميع كل من يرى هذا أن يتشجع ويحاول أن يقدم كل ما يستطيع للتفوق والمزيد من التألق والنجاحات إن شاء الله. من الميدان نرصد لكم الأخبار أينما كنتم، من الميدان نرصد لكم الحقيقة لحظة بلحظة.